تمرن عضله مره واحده في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع؟ العضله الصغيره بتحتاج من 24 ساعه ل 48 ساعه، يعني العضله الصغيره محتاجه يومين عشان تعمل ريكفري، والعضله الكبيره بتحتاج من يومين لثلاث ايام. انت ليه نمرنها مره واحده في الاسبوع طالما ممكن نمرنها مرتين في الاسبوع؟ البوش بول ليج هو ان انت تمرن عضلات جسمك مرتين في الاسبوع، يوم دفع ويوم سحب ويوم للرجلين. يوم الدفع هو عباره ان انت تمرن الشيست واماميات وجانبيات الكتف والتراي. اما بقى يوم السحب فانا بتمرن الظهر وخلفيات الكتف والترابيز والبايسبس. ويوم الرجل هنتمرن رجل. مش محتاجه حاجه يعني. بعد الثلاث ايام دول هتاخد يوم راحه وبعد كده تكرر الثلاث ايام دول تاني، ويبقى كده انت مرنت عضلات جسمك كلها مرتين في الاسبوع. ايوه. طب ايه الفرق برضه بين البوش بول ليج والبروس بليت؟ البوش بول ليج زي ما انا قلت لك ان انت بتمرن عضلات جسمك كلها مرتين في الاسبوع، اما البروس بليت انت بتمرن عضلات جسمك كلها مره واحده في الاسبوع، يعني بتتمرن يوم للشيست ويوم للظهر ويوم للكتف ويوم للدراع ويوم للرجل، وانت خلاص مش فاضي وما عندكش وقت وبتشتغل، عندك ثلاث ايام بس فاضيين في الاسبوع، انت ممكن تلعب البوش بول ليج عادي، تلعب يوم للدفع ويوم للسحب ويوم للرجلين. برضه مش بقول ان البوش بول ليج نظام جامد والبروس بليت وحش، لا، انا بتكلم ان انت بدل ما تمرن العضلات مره واحده في الاسبوع انت مرنها مرتين في الاسبوع. برضه البروس بليت في ناس بتتمرن فيه ومرتاحه فيه، انا مش بقول ان هو غلط، انا بقول ان هو صح بس في الاصح. في ناس كتيره بتلعب نظام البروس بليت وبترتاح فيه وبيجيب معاها نتائج، انا قعدت سنين بتمرن في البروس بليت وشفت نتائج. هو صح مش غلط بس في الاصح. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والشير لصاحبك اللي لسه بيمرن عضله مره واحده في الاسبوع.